اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا ان شاء الله هنعمل احلى فيديو معاكم. هنعمل البتنجان المخلل بطريقه سهله ومش هياخد منك اي وقت. بيتاكل مع فول مع طعميه. بصراحه لما بتعمليه في البيت وتحطيه في التلاجة بيبقى حلو قوي عندك. انا بعمله على طول وبحطه، فان شاء الله التتبيله بتاعته هتعجبكم قوي. انا معايا دلوقتي جبت كيلو بتنجان ابيض، البتنجان الحلو اللي انتوا شايفينه ده اهوت. ما تجيبيش التخينه قوي ولا الصغيره قوي. انا معايا فلفل احمر وفلفل اخضر زي ما انتم شايفين، ومعايا عصير ليمون، ومعايا توم، ومعايا كمون، ومعايا معلقه خل. خليكي معايا وان شاء الله تاخدي احلى فيديو. لازم البتنجانه ما تحطهاش في الزيت وهي كده، لازم تشقيها كده بالسكينه. ليه؟ عشان هتلتقى تقوم مفرقعه في الزيت تبهدل الدنيا. لازم بنفس الطريقه. شوفوا اهو، انا حطيت الزيت، خلينا بعيد. انا ههدي عليه عشان يستوى براحته. نفس الطريقه اهي، تقلبيه بس خلي بالك وانت بتقلبيه، بس سيبيه براحته خالص عشان يستوى معايا. انا معايا دلوقتي معايا الفلفل، معايا الثوم، هنقطعه تقطيعه حلوه كده. ما تحطيش الفلفلايه بحالها، لازم تقطعيها. معايا القرن الشطه الحر ده عشان يدي كده. اي حاجه بتبقى فيها حاجه حراقه بتبقى حلوه، بالذات البتنجان. لو عاملاه مشوي، لو عاملاه بنفس الطريقه، لازم التتبيله ديت تكون حراقه شويه. انا معايا نص كيلو فلفل، كيلو البتنجان بحب اعمل التتبيله كتير شويه فيه. واهم حاجه الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر دلوقتي مالي السوق. طبعا كلكم بنفس الطريقه زي ما انت شايفه. كده خلاص. انا دلوقتي حطيت الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر وحطيت الثوم. حط بقى الملح، حط الليمون، وحط معلقه الكمون، هنحط معلقه خل، معلقه خل واحده زي ما انت شايف. احنا كده خلاص حطينا الحاجه، الفلفل والثوم واللهم صل على النبي والخل والليمون والكمون. كده انا حمرت نص البرنجان والبتنجان التاني في الزيت زي ما انتم شايفين اهو. ده احمر، ده طبعا خلصناه وسيبناه لما يبرد شويه. دي التتبيله زي ما انتم شايفين. خليكي بقى معانا وهتشوفي احلى تتبيله. انا بجيب بتنجانه كده اهي، لازم شوفي تفتحها وتحط فيها شويه ملح بصار. انا عارفه ان التتبيله ديت فيها ملح، بس برضو جربيها. شوفوا اهوت، نحطه كده اهوت عشان احنا طبعا مش هنحط ليمون. احنا حاطين الليمون والخل وحاطين كل حاجه معاه. البتنجان ده بقى لما تعمليه وتحطوه في التلاجة بسم الله ما شاء الله بيبقى حلو قوي زي ما انت شايفه. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه وارجع اوريكم احنا عملنا ايه. احنا كده خلصنا البتنجان بسم الله ما شاء الله. طريقته حلوه وطريقه جميله وبسم الله ما شاء الله التتبيله بتاعته حلوه قوي قوي. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.